اللي قدم الهلال. شوف أنت عندك للفوز أكثر من طريقة، الفوز مليون طريقة، لكن روعة الفوز تكمن في أن أنت في توافق ما بين فكرة المدرب ما بين خصائص اللاعبين. اليوم خلال شهر واحد بس من إشرافه على زمام الأمور في الهلال، اليوم المباراة الوحيدة أمام السيتي لعب في 3 مدافعين، وأنت تدري يعني الكباتن يدرون أن فكرة 3 مدافعين تحتاج إلى أكبر عدد من المباريات، تحتاج إلى أكبر عدد من الحصص التدريبية، وفي كأس العالم تحديدا ما في أكبر عدد من المباريات ولا في أكبر عدد من الحصص التدريبية، لأن البطولة تعتبر مجمعة. فأنت لعبت اليوم في الخطة اللي أساساً جوارديولا ما كان متوقعها، لأن جوارديولا بعد المباراة قال توقعت أنهم يلعبون بضغط عالي، تفاجأ أن لعبوا دافعوا في مناطقهم. نفس ما أنك أنت تقدر تستحوذ على الكرة، نفس ما المدرب الآخر يقدر يستحوذ على المساحة. أنت ممكن صنعت أكبر قدر ممكن من الفرص، لكن في الحارس جزء من المباراة، وانت ابو شهد حارس سابق وانت تدري شنو ممكن الحارس يأثر على سير المباراة بشكل عام. فتتكلم انت على حضور ياسير بونو، ولا تتكلم عن حضور سافيتش، ولا قاعد تتكلم عن حضور مالكوم اللي لعب في مكان غير مكانه. فحضور الفريق وترتيب انزاجي، انا ما الام اعتقد تدرون يمكن انا من اكثر مدربين اللي احبهم سيموني انزاجي، ولا الام اعتقد في المباراة هذه زين كوني يمكن اكثر من الهلالية انا حبيت انزاجي، لكن الحين طاف الوضع عند الهلالية. سيموني انزاجي غير انه مدرب عظيم، غير انه قارئ عظيم لخصائص لاعبينه وقارئ عظيم لمجريات المباراة. صعب جدا وفق الغيابات هذه انك تقدر تنافس السيتي. اليوم الهلال مو بس فاز بالمباراة، الهلال تغلب على ذاته وتغلب على فارق الامكانيات والجودة الفنية ما بين الهلال وما بين مانشستر سيتي. فانت فوقت على الجودة الفنية، تفوقت على الفارق الفني ما بينك وما بين السيتي، وكان لك حضور وعدلت النتيجة أكثر من مرتين إلى 3 مرات. إذن بكل استحقاق وبكل تشريف وبكل حضور طاغي جدا يذكر في تاريخ يعني كرة القدم، نفس ما كان التاريخ أنا أضيع التاريخ اللي هو فوز السعودية على الأرجنتين في المونديال السابق. هذا التاريخ راح يذكر أن في هذا اليوم التاريخي فاز الهلال على مانشستر سيتي المدجج والكامل بالنجوم، ففوز مستحق للهلال.